لو فاكر انك لعبت ألعاب رعب قبل كده يبقى مستنيك المفاجأة. اللي جاية مش لعبة، ده كابوس. صرخات، ظلمة، حاجات بتتحرك في الظل. ودي مش أي ألعاب، دي أقوى 10 ألعاب رعب ممكن تشوفها في حياتك. لو قلبك جاند كمل الفيديو. اللعبة رقم 1 لعبة جراني. انت محبوس في بيت الجدة المجنونة، الهدف انك تخرج منه، بس ده مستحيل. وكل صوت بتعمله الجدة بتسمعه وبتجري وراك. لو شفتها داخلة الأوضة ما تفكرش انك تهرب. اللعبة رقم 2 تصحى فجأة في مكان غريب. مش فاكر انت جيت هنا ازاي. مفيش موبايل، مفيش صوت بشر، بس في حاجة مش طبيعية. اللمبة بتفصل وتنور، وفي صوت همسات جاية من آخر الممر. تبدأ تمشي، كل خطوة بتحس إن في عين بتراقبك، بس محدش خرج. واللي بيصرخ مش شرط يكون بني آدم. تحاول تهرب تلاقي الباب مقفول، تحاول تستخبى تلاقي الكائن ده واقف في الضلمة بيشم ريحة خوفك. اللعبة التالتة لعبة بوبي بلاي تايم. كنت شغال في مصنع ألعاب، رجعت بعد سنين لقيت الألعاب كبرت. هاجي واجي بيجري وراك وضحكته أسوأ من صرخته. لو سمع صوتك اعتبر نفسك ودعت. اللعبة رقم 4 لعبة الطفل الأصفر. تفتكر إنك شغال بيبي سيتر عادي، بس أول ما تلف وشك تلاقيه واقف فوق الدولاب، عينيه بتنور، بيبص لك كأنك أنت الضحية. تحاول تهديه يرميك في الحيطة، تغطيه يختفي من السرير. تفتكر ده صوت بكاء؟ لأ، دي همسات جاية من جهنم. البيت بيته وانت مجرد ضيف. كل مهمة بسيطة تتحول لكابوس. تلاجة بتقفل لوحدها، أبواب بتتقفل، لعبة بتنط من غير ما حد يلمسها، والطفل واقف ساكت بيبتسم، بس مش بريء إطلاقاً.